أفضل من أتقن الفنون القتالية على الإطلاق. الرجل الذي ركب بالتنين الصغير أسطورة فرضت نفسها في قلوب الكثير من عشاق أفلام الأكشن والحركة، إنه بروس لي. قال عنه الكثيرون إنه شخصية ذات قدرات مذهلة، فجميع الرياضيين لديهم قدرات محدودة، لكن بروس لي لم يعرف تلك الحدود. كان يوصف وصفا خياليا، حيث لم يكن يستطيع رؤية حركاته إلا بعد أن تصيبه لكمات. بروس لي بطل الكاراتيه الأمريكي قال عنه: لا يمكن وصف لكمة بروس لي حتى لمن مارس الفنون القتالية، فبروس لي يعد في مستوى آخر تماما. قال أحد منافسيه: بالرغم من علمي أن بروس لي سيوجه لي الضربات، لكني كنت أخشى المرة الأخرى لتجنب لكماته، حتى وصل عدد مرات فشلي إلى 8 مرات. لم أستطع رؤيته كما قلت. يكفي أن أقول إن هذا الرجل كان يتدرب بجدية شديدة. انتهت مواجهتي معه بعد أن عرفت أن بروس لي ليس رب الرجل العادي، ولكن ورغم قدراته الهائلة وطاقته الضخمة، إلا أنه ترك الحياة بسن مبكر وترك العالم في جدل واسع. ما زال الناس يتساءلون ماذا كان يمكن أن يحقق بروس لي إذا أعطي المزيد من الوقت. مرحبا بكم متابعي قناة زيد. سنعرض عليكم اليوم قصة بروس لي منذ الولادة حتى الممات، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. هيا بنا. يعتبر بروس لي أول من دخل لعبة الكونغ فو وارتقى بها في السينما العالمية، وقد ساهمت أفلام بروس لي في تغيير ملامح أفلام الأكشن التي صنعتها السينما الأمريكية. في 27 من نوفمبر لعام 1940 في المستشفى الصيني بمدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولد بروس لي فيما يعتبر الصينيون ساعة التنين ما بين 6 و8 صباحا، لذلك لم يكن غريبا أن يطلق عليها اسم التنين الصغير. بدأ مشوار بروس لي مع الفنون القتالية منذ صغره. في الحقيقة تعلم بروس لي الفنون القتالية بفضل معلم وافق على تدريبه رغم خلفيته المختلطة. كان بروس لي يواجه الكثير من الصعوبات في العثور على معلم يقبل تدريبه، لكن القواعد الصينية كانت تحرم على القرباء تعلم الأساليب القتالية. ولكن بعد جهد كبير وجد المعلم الذي دربه على الملاكمة الغربية وأسلوب الكونغ فو الجنوبي. كان بروس لي دائما في مشاكل مع أفراد العصابات في هونغ كونغ، حتى أوقع ضررا باللغة ما بين رئيس إحدى أكبر العصابات، مما دفع والده لتهريبه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خوفا عليه من الانتقام. سافر بروس لي إلى الولايات المتحدة وهو يحمل في جيبه $100 فقط. هناك عاش مع صديق قديم لوالده في سياتل، حيث عمل في مطعم وأكمل تعليمه في جامعة واشنطن. تعرف هناك على زوجته ليندا إيميري وتزوجها في عام 1964، وأنجب طفلين براندون وشان لي. عمل بروس لي في بدايته كمدرب للفنون القتالية، وكان لديه ضعف في البصر، لكن لم يدع ذلك عائقا في طريقه. كان يكرس حياته لتحويل جسده الضعيف إلى جسد لا يهزم، واعتقد أنه يلهم شعوب العالم. قال ذات مرة: هل تريد أن يعرفك الناس كصيني أم كأمريكي؟ لا يوجد مثلا هذا الشيء، فجميعنا بشر سواء كنت صينيا أم ألمانيا أم غير ذلك، فجميعنا نتشارك نفس الدماء واللحم. قال عنه مخرجوه إن سرعته كانت خيالية لدرجة أن الكاميرات لم تستطيع التقاط حركاته بالسرعة الحقيقية، مما جعلهم يبطئون حركاته في الأفلام حتى تكون معقولة للمشاهد. ورغم ذلك كان المشاهدون يتساءلون عن سرعته الحقيقية. لم يهزم بروس لي في حياته ولو مرة واحدة بالرغم من كثرة من التحدي. كان صاحب الضربة الإنش الواحد التي كانت كافية لإسقاط الخصم به ضاربا. كان يتدرب بجدية شديدة وقام بتمارين الضغط على إصبعين فقط بأرقام كبيرة. في عام 1970 تعرض لإصابة في الظهر أثناء تدريبه، مما جعل الأطباء يصرحون بأنه يستحيل عليه ممارسة الفنون القتالية مرة أخرى. ولكن بروس لي عاد أقوى من السابق واستمر في تدريباته بتمارين أكثر خطورة. كان بروس لي ماهرا في استخدام الأسلحة البيضاء، وكان يتدرب يوميا كما تتجاوز 5000 مرة. كما أحب الرسم والشعر والقراءة، وامتلك مكتبة واسعة تضم أكثر من 2000 كتاب. كان مشهورا بلياقته البدنية وقوة التحمل، حيث كان طوله
و73 سنتيمتر ووزنه 64 كيلوغرام. تبنى بروس لي نظام لياقة بدنية خاص ليصبح قويا قدر الإمكان، وكان يركز على التمارين التي تزيد من اللياقة البدنية والقوة العضلية والتحمل العضلي، وكان يتناول الأطعمة الصحية والمشروبات العالية البروتين والفيتامينات والمعادن، مؤمنا أن التغذية السليمة هي أساس الأداء العالي. دخل بروس لي عالم الفن منذ طفولته وشارك بالعديد من الأفلام والمسلسلات، لكن شهرته الحقيقية بدأت في بداية السبعينات عندما قدم فيلم الرئيس الكبير، وتوالت نجاحاته في أفلام مثل قبضة الغضب وطريق التنين. توفي بروس لي في 20 من يوليو عام 1973 عن عمر يناهز 32 عام، تاركا خلفه إرثا كبيرا في عالم الفنون القتالية والسينما. أثار وفاته الغامض العديد من الشائعات، ولا يزال العالم يتساءل عن السبب الحقيقي وراء رحيله. هكذا انتهت قصة بروس لي، الأسطورة التي أثرت في حياة العالم وما زال حيا في قلوب محبيه. شكرا لمتابعتهم. إذا استمتعتم بهذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى تصلكم كل الفيديوهات الجديدة.